تخيل معايا، كل معلقة عسل بتحطها في بقك شكلها بيبقى بريء وطبيعي، بس جسمك من جوه شايف الموضوع بشكل مختلف خالص. أول ما العسل يوصل معدتك الهضم يبدأ فورا وبسهولة، مفيش مقاومة مفيش إنذار. لكن هنا المفاجأة، العسل مليان جلوكوز وفركتوز، سكريات بسيطة جسمك يمتصها بسرعة جدا، والسكريات دي تعدي من الأمعاء على طول وتدخل الدم مباشرة. وفجأة سكر الدم يبدأ يعلى بهدوء، من غير ألم، من غير ما تحس بحاجة خالص. البنكرياس يصحى فورا ويقول استنوا عليا، ويفرز الأنسولين عشان يظبط المستوى. كل حاجة تحت السيطرة لحد دلوقتي، بس لو الموضوع بيتكرر كل يوم هنا القصة تتغير. جسمك يتعود على دفعة السكر دي ويبدأ يستنى الحلاوة باستمرار، والأنسولين يضطر يشتغل أكتر كل مرة. وبعد ما السكر يعلى ينزل بسرعة، وفجأة تحس بتعب أو هبوط من غير سبب واضح. إزاي؟ ده عسل طبيعي، طبيعي، بس جسمك بيتعامل معاه كسكر برضه. مش بس كده، العسل كمان بيغذي بكتيريا الأمعاء، كمية صغيرة تبقى تمام ومفيدة، لكن كتير البكتيريا اللي بتحب السكر تسيطر بسرعة والتوازن يختل. العسل مش عدو ومش ملاك برضه، الكمية والتوقيت هما اللي بيحددوا القصة. معلقة صغيرة أحيانا جسمك يقولك شكرا، معلقة كل يوم بدون حساب جسمك يبدأ يطلب أكتر ويتعب أكتر. دلوقتي جاوبني بصراحة، أنت بتاكل عسل كل يوم ولا على فترات؟ قُل لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك والشير يا صديقي، دعمك سبب الاستمرار.